السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم فطائر الصباحية أو الوجبة الكوتي سهلين في التحضير ديالهم، كيجيو خفاف رطبين بمذاق البرتقال بدون دلك أو مجهود، بمكونات في متناول الجميع واللي متواجدين عند كل سيدة في البيت كيف ما عودتكم دائما. فكنتمنى اقتراح اليوم يعجبكم، ما تنسونيش من الدعم والتشجيع من البارطاج ومع الأهل والأحباب لتعم الفائدة على الجميع، وندوزو نتعرفوا على المكونات مع كيفية التحضير. خديت واحد لوبول أو إناء كتفرغوا فيه نصف كوب من عصير البرتقال يكون بدرجة حرارة المطبخ، كأس من الحليب دافئ ما يعادل 125 مليلتر، كأس من الماء دافئ ما يعادل أيضا 125 مليلتر. بالنسبة للعصير فكنضيفو 65 مليلتر. غادي نضيفو ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، كأس إلا ربع من السكر ما يعادل 120 غرام، حبة بيض واحدة. وغادي ندمج هاد المكونات مزيان، نغطي على الخليط ونخليه حتى تفاعل الخميرة، تقريبا كنخليوه يرتاح 5 دقائق. من بعد ضفت كأس من الفينو أو الطحين الأصفر أو دقيق القمح الصلب أو السميد الرقيق، يعني ماشي اللي كنحضروا به الحرشة، اللي كنحضروا به البطبوط. صافي هنا من بعد ما كندمجو مع الخليط غادي نضيف كأس إلا ربع من زيت نباتي ما يعادل 95 مليلتر. فهنا تعمدت أنني نعطيكم مكونات بالكأس باش نسهلوا على الأخوات اللي ما عندهمش الميزان، ومن طبيعة الحال اللي متوفر عندها الميزان من الأفضل أنها تخدم به. فهنا عطيتكم المكونات مضبوطة وغنحطهم لكم إن شاء الله أسفل الفيديو. ضفت رشة من الملح لتصحيح الذوق، وكل مكون ضفناه كنخلطوه مزيان عاد كنضيفو الآخر. صافي هنا من بعد ما نسجموا العناصر بشكل جيد كيف ما كتشاهدوا معايا، ما تبقاش لكم داك التكتلات تاع الزيت فوق الخليط. بطبيعه الحال خصو يندمج مزيان مع الخليط. وغادي نضيف الطحين الابيض او دقيق الفرز، غنوزنوا لكم ايضا بالكاس. هنا ضفت 3 اكواب، غنضيف في الكوب الرابع، وغادي نضيف معاه كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 أو 8 غرام. بالنسبة لخميرة الحلويات فكتسرع علينا الاختمار، وبطبيعة الحال ما كياخدوش معنا هاد الفطائر مدة طويلة وهما كيختمروا. صافي هنا غادي ندمج هاد الكمية من الطحين، دائما كتخدموا بنوع جيد الخاص بالحلويات. وكيف ما كتشاهدوا معايا العجين مازال خفيف، غادي نضيف دفعه اخرى من الطحين. بالنسبه لهذا الكاس الاخير اللي غنضيف انا، ضيفوه نتوما تدريجيا، ما تضيفوهش بالكامل باش تحكموا في القوام اكثر. فبالنسبه لعجين الفطائر او البغيوش او اي نوع من المعجنات ضروري انه يكون خفيف باش يجيكم هكا قطني من الداخل ويجيكم مرطب. صافي هنا غادي نخدم هذه الكميه من الطحين اللي ضفت. وكإضافة أخيرة ممكن أنكم تنسموا بالنافع مع الزنجلان أو السمسم. أنا غنضيف ملعقة كبيرة من النافع وملعقة كبيرة من الزنجلان. كيف ممكن أنكم تعوضوه غير بالفاني الأخوات اللي ما كيبغيوش هكا الزرارع في القراشلة أو الفطائر. ضفت أيضا ملعقة من الزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، وهنا غادي نخدمها مع العجين ونغطي عليه ونخليه حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو. كيف ما كتشاهدوا معايا راه كيجيك يلتصق نوعا ما في اليدين لانه ما تدلكش. من بعد ما غادي يرتاح فغيجيكم خفيف ورطب، فماشي مشكل. دابا واخا يبان لكم انه كيلتصق، راه من بعد غتشكلوه بسهوله وكيجي تماما فحيله دلكتوه. صافي هنا غنغطي عليه ونخليه الوقت الكافي. خدا معايا تقريبا مده ساعه كامله لان الجو بارد. الا كان الجو سخون فكياخد معكم من 20 حتى 30 دقيقه. هنا خليته تقريبا حتى ضعف الحجم ديالو على 3. غنفرغوا من الهواء او من الغازات. ثم كناخذوا صينيه الفرن كنفرشوا ليها ورق الطبخ، وهنا غنوضع جانبا كميه من الزيت اللي كندهن بها يدي قبل ما نقطع العجين باش هكا يتشكل ليا بسهوله، وكذلك ما يعتبنيش وانا كنقطعهم بطبيعه الحال. صافي هنا غادي نقطعوا على هذا الشكل ونشكلوا كره ونوضعوا في الصينيه. بالنسبه للحجم ديالهم فكتشكلوهم بالقياس اللي بغيتو. انا بغيتهم كبيبرين شويه، لذلك غنعمل فيهم تقريبا ما بين
80 حتى ل 90 غرام. بغيتوهم يجيوكم متوسطين فغتعملوا فيهم ما بين تقريبا 65 حتى ل 70 غرام. بغيتوهم يجيوكم صغار فغتعملوا فيهم 50 غرام. صافي غنستمر هكا حتى نشكل العجين بالكامل. ومن بعد ما شكلتهم بالكامل غنضغط عليهم قليلا من الفوق باش ما يطرطقوش لينا اثناء الطهي، وكذلك باش ما يجيوناش بومبي بزاف. من بعد غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقة لان الجو بارد. في حالة كان الجو سخون فمباشرة كتدخلوهم الفران بعد ما كدهنوهم. انا غنخليهم شويه يضاعف الحجم ديالهم كيف ما ذكرت لكم ربع ساعة حتى 20 دقيقة، وكندهنهم بصفار البيض اللي كنضيف له القليل من القهوة سريعة الذوبان. ممكن انكم تضيفوا القليل من الخل او قطرات من الخل او ملعقة من الحليب. صافي غندهنهم ونزينهم بالسمسم او زنجلان وندخلهم الفران اللي يكون سخون مسبقا على 250 درجة، اعلى درجة عندكم في الفرن من طبيعة الحال. من بعد ما كتدخلوهم كتخليهم 5 دقائق غير يبان لكم انهم تحمروا شويه من الجوانب. كتنقصوا عليهم خليهم على درجه حراره متوسطه من الاسفل ومن الاعلى ما بين 170 حتى 180 درجه باش ياخذوا لكم لون موحد وهكا يتحمروا لكم من الجهات كاملين. الاخوات اللي عندهم مشكل في القرص كيجيهم مدقس من الداخل وما كيتنفخش ليهم، كيف ما ذكرت لكم خليوهم المره الاولى ينتفخوا. تبعوا جميع النصائح اللي عطيتكم من البدايه حتى النهايه. العجين بطبيعه الحال يكون خفيف، كتخليوه يختمر في المرحله الاولى مزيان. المرحله الثانيه كذلك لان الجو بارد كتخليوه يختمر عكس الصيف او ليله كان الجو سخون. ضروري كتخليوهم يختمروا قليلا عاد كتدخلوهم الفران وبنفس الطريقه اللي ذكرت لكم. يعني طريقه الطهي كذلك مهمه جدا لنجاح هذا القرص. ومن بعد ما رشيتهم بالسمسم غادي ندخلهم ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا شكلهم النهائي. وهذا اخواتي شكلهم بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو رائعين جدا وخفاف ورطيطبين. وغنقطع لكم باش نقرب لكم الصوره وتبان لكم واضحه اكثر. من اروع ما يمكن تحضروا من السمين بالبرتقال وكذلك بالزرارع اللي ضفنا لهم وكيجيو خفاف ورطبين. فهنا وريتهم لكم من بعد ما بردوا فكيجيو فحال القطن من الداخل. ومكوناتهم كيف ما شاهدتوا معايا بسيطة جدا، كذلك طريقة تحضيرهم من أسهل ما يكون بدون اختمار بدون عناء. فكنتمنى من كل قلبي اقتراح اليوم يعجبكم. ما تنسونيش من الدعم والتشجيع والبارطاج مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة على الجميع. وإلا عجبتكم الوصفة وصلوها لأكبر عدد من اللايكات. خليت لكم راحة، نتلاقاو إن شاء الله مع فيديو جديد. مع السلامة.